ما أدري شلون أبدأ، بس اللي متأكد منه إنه كل واحد فينا له قصة ما تنحكى بسهولة. في قصتي أنا ما كان الموضوع مجرد أيام عدت، كان عمر كامل انبنى على الخوف وانكسر بهدوء، وأنا أبتسم قدام الناس وكأني بخير، وقلبي يدور على أمان ما لقيته إلا متأخر. اسمي نور، عمري اليوم 35 سنة، مو جاية أقول قصة عشان تعاطف أو تصفيق، أنا جاية أتكلم بصراحة. يمكن كلمة واحدة توصل لبنت قاعدة تسكت مثل ما سكت أنا، ويمكن تسمع وتفهم إني بنتها تحتاج أمان قبل أي شي تاني. كبرت ببيت عادي، بيت فيه أب وأم وإخوان وأخوات، وأنا أكبرهم. يعني من يوم فتحت عيني حسيت إني شايلة مسؤولية أكبر من عمري، مو بس أختي كبيرة، لا، كنت أحس نفسي لازم أكون قوية حتى لو من داخل ارتجف. وكنا عايشين مع جدتي بعد، كانت كلمة البيت تمشي عليها، يعني الجو كله كان رسمي ومليان هيبة. بس الصراحة طفولتي ما كانت مثل باقي البنات، كنت دايم أحس بشي مو طبيعي، شي يخليني أرجع البيت بسرعة، أختفي، أتمسك بملابسي، وأدور زاوية أكون فيها بعيدة عن الكل، لأنني من وأنا صغيرة تعرضت لمواقف ما تنقال بسهولة، مواقف خلتني أغير نظرتي للحياة بدري، وخدت مني براءة المفروض تبقى معي سنين أطول. كنت أحاول أتكلم أحياناً، بس الكلمة توقف بحلقي، مو خوف بس، كان إحساس إن ما حد راح يصدقني، خصوصاً إنه الشخص كان قريب، وقريب جداً من الدائرة اللي المفروض تكون أمان. وكنت أقول في نفسي لو تكلمت يمكن الدنيا كلها تقلب علي بدل ما تنصفني. البيت كان كبير في عيون الناس، وأبوي كان له مكانة، كلمته تمشي على الكل، وأي أحد يذكر اسمه يقول باحترام. وهذا الشي خلاني أضغط على نفسي أكثر، لأني كنت أفكر إنه الحقيقة إذا اطلعت يمكن ما حد يصدقها. كبرت وأنا أعيش بعالمين، عالم أضحك فيه قدام الناس، وعالم ثاني أرجع له بالليل وأقفل الباب علي وأحاول أنسى. المدرسة كانت مهربي الوحيد، كنت أحب أتعلم وأقعد أقرأ وأرسم وأضيع نفسي بين الدفاتر، حتى كان حلمي أكون يوم من الأيام معالجة نفسية، أساعد الناس اللي تمر بألم، يمكن لأني كنت أتمنى أحد يسمعني بهالطريقة. كان عندي طاقة كبيرة، بس كنت أفرغها بالرسم، وكنت أعتبر الورق هو المكان الوحيد اللي ما يحكم علي. مع الوقت صرت أبدع فيه، صار لي أسلوب خاص، لين ما صار اللي غير كل شيء. لما كان عمري 11 سنة فجأة انفتح موضوع الزواج، كأنه قرار جاهز، مو سؤال ولا نقاش، مجرد هذا هو الصح. كنت قاعدة في الصالة وأبوي قال لي بنبرة حازمة: نور، جهالك خلصوا، والناس تسأل، ولازم تسترين حالك. رديت وأنا قلبي يدق: بابا، أنا أبي أكمل دراستي، لسه صغيرة وأبي أدرس وأحقق حلمي. سكت لحظة وبعدين قال: الكلام خلص. كنت وقتها مخطوبة لولد عمي، مو الشخص اللي سبب لي الأذى، لا، هذا غيره تماماً. ولد عمي كان يحبني من زمان، كان واضح إنه شايفني شي كبير بحياته، مو مجرد بنت. كان يعاملني باحترام، وكل ما أطلب شي يحاول يجيبه، حتى لو ما عنده يروح يدبر نفسه عشان يرضيني. مرة قلت له وأنا أضحك: تعبت من الموبايل القديم كله يعلق. تاني يوم جايب لي جهاز جديد وقال: أهم شي ترتاحين. كان يدعمني في دراستي، وهو اللي أقنع أهله يخلوني أكمل تعليم، وقال لهم: أنا ما أبي زوجة بس، أبي أم متعلمة تربي عيالي على وعي. كلامه كان يخليني أحس بأمان، وأول مرة بحياتي أحس إنه في أحد واقف معي مو ضدي. بس الحياة ما تمشي دايم مثل ما نتمنى. قبل ما أوصل لمرحلة الباك بفترة قصيرة جاهم خبر مو طبيعي، حادث غير كل شي في لحظة وخسرته.
يومها حسيت إنه الأرض سحبتني تحتها. ما كنت أبكي بصوت عالي، كنت أبكي بصمت، كأنه الدموع تخاف تطلع. وأمه كانت تصبرني أكثر مما تصبر نفسها، وأنا قلبي كان يقول ليش يا ربي؟ مع كل الحزن كان لازم أكمل. فعلا دخلت اختبار الباك، وكنت أراجع وأنا تعبانة نفسيا، بس الحمد لله عديت من أول سنة، حتى لو بمعدل بسيط كان إنجاز بالنسبة إلي وسط كل اللي مر علي. بعدها قررت أكمل الجامعة، وكان هذا القرار نقطة تحول. لما قلت لأبوي إني بسجل، قال لي بعصبية لا جامعة ولا خرابيط، التعليم خلص. قلت له بهدوء بس بالثبات، أنا ما راح أوقف، هذا مستقبلي. الموضوع كبر وصارت مواجهة قوية، وصوته ارتفع، وأنا لأول مرة ما رجعت للخلف. حسيت إني لازم أوقف حتى لو ارتجفت. دخل أخوي وقتها وحاول يهدي الوضع، وقال خليها تقرر بنفسها، مو كل شيء إجبار. بس الضغط كان كبير، والبيت صار ساحة نقاش يومي، وأنا بين نارين، أبغى أهرب من الجو، لكن بنفس الوقت حاسة إني مسؤولة عن خواتي، خصوصاً إنهم أصغر مني. وبين كل هذا كانت أمي، الله يرحمها، هي الهدوء الوحيد بحياتي. كانت تمسح على راسي وتقول ديري بالك على نفسك يا بنتي، الدنيا ما ترحم، بس أنتي قوية. كلماتها كانت سندي. وبعد فترة قصيرة أمي مرضت فجأة، وغيبها المرض عنا. من يومها حسيت إن البيت صار بارد، حتى الجدران فقدت صوتها. كنت محتارة بين إني أهرب من كل شيء أو أبقى وأحمي خواتي. وبعد تفكير طويل قررت أبقى، لأني حسيت إن دوري مو أستسلم، دوري أوقف. بعد 3 شهور فقط أبوي تزوج مرة تانية، والحياة رجعت تتغير بشكل أسرع مما توقعت. من يوم ما توفت أمي حسيت الدنيا كلها تقلبت على راسي. فجأة الباب انفتح للظروف اللي ما توقعتها، واللي كنت دايم أحاول أهرب منها عشان ألقى أمان. ومن بين كل هالمشاكل طلعت مرة كبيرة بالبيت، واحدة كبيرة في السن، دخلت حياتنا بدري، وكأنها جات تحمل معها كل مرار الدنيا. أول ما شفتها حسيت بشي غريب. كانت تدخل المكان بعينين مكشرين ونظرة تحكم، كأنها تقول هذه المنطقة اللي أنا أسيطر عليها. وكل حركة منها كان فيها تهديد مبطن. حاولت أصبر وأتحمل، بس كل يوم كان معها يزيد في مرارتي. تحرجني بكلمة، تسيطر على أفعالي، وتخليني أحس إني صغيرة حتى وأنا أكبر منهم. كنت كل يوم أحلم باليوم أخلص فيه من هالبيت، يوم أطلع من هالظروف وأعيش حياتي مثل أي شخص التاني. تمنيت الزواج يكون مهرب، مش بس من البيت، لكن من كل القيود اللي حسيت إنها تكبلني من صغري. وأبوي كان دايم يكرر لو جاءك أي حد لا تخافي، بس اختاري بعقلك. بس كان واضح إنه كل شي محسوم، القرار عنده، وأنا مضطرة أوافق. وفي الوقت اللي بدأت فيه الجامعة حسيت بشي غريب. أول مرة أتنفس هوا جديد. خلعت الحجاب اللي كنت مجبرة عليه، وجربت أطلع مكياجي وألبس مثل أي بنت ثانية، بس مو على قد ما أريد. كان هذا تحرر جزئي صغير بس معناه كبير بالنسبة لي. بابا صار يعايرني كل مرة أرجع البيت، يقول بصوت حاد هاي اللي كنت أتكلم عنها، ما تهتمي في نفسك. كنت أسكت وأحاول أخفي مشاعري، بس أحياناً يضغط علي لدرجة إني أحس قلبي بينفجر. يحط رجله على كل حرية صغيرة عندي. كل مصروف كان محدود، 20,000 كل أسبوع. حتى لو احتجت شي للجامعة لازم أطلب وأتوسل. وهو يقول ما عندي منين أعطيك، كان الوقت صعب. لكن مع كل هالمشاكل تعلمت أكون قوية، أعتمد على نفسي وأدبر أموري. حتى لو اضطررت أشتغل أو أستلف من أحد، صار عندي شعور بالاستقلال لأول مرة بحياتي. وفي وسط كل هالدوامة تعرفت على ناس جديدة، صارت حياتي معهم مختلفة.
كانوا مثل عائلتي اللي جديدة، أصدقاء، صحبات، وكل يوم نكتشف حياة جديدة بعيد عن القيود والتهديدات. كنا نخرج، نضحك، نعيش لحظات حرة، ونحاول ننسى الماضي اللي ضل يلاحقنا. بس حياتي ما راحت بس للحرية. تعرفت على رجل من القلب، واحد صادق صادفني في الوقت اللي كنت أحتاج فيه مرشد ودعم. قال لي بصوت ثابت: أنا معاك، بس لازم تعالجي من كل اللي حصل لك قبل ما نبدأ حياة جديدة. معاه حسيت الأمان لأول مرة، حسيت إني ممكن أصحح أخطائي وأرجع إنسانة قوية ومحترمة. بعد فترة تعالجت ورجعت حياتي طبيعية، وبدأت أشوف الدنيا بعين ثانية. والمفاجأة الكبرى، اكتشفت إنه عندي طفل. شعور لا يوصف، فرحة وحزن مختلطني وخوف، بس هو اللي خلاني أقوى. وعرفت إنه لازم أتصرف بحكمة وأخطط لكل خطوة. الرجل اللي وعدني الزواج كان واقف معي، قال: رح نتزوج وولدك يكون بينا، كل شي رح يكون تمام. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة، مرحلة فيها حب، دعم، وأمل. وأول مرة أحس إني أقدر أبني حياتي بعيد عن القيود، بعيد عن الماضي اللي حاول يكسرني. وفي الخفاء تحركنا، عقدنا الفاتحة بلا علم أحد. وبكل خطوة كنت أحس إن أنا واخترت حياتي بنفسي، بدون ضغط، بدون خوف. لأول مرة أحس إني ملكت قراري، وصرت أختار حياتي مثل أي شخص تاني. واللي مضى صار مجرد ذكرى، ما تأثر على حاضري ومستقبلي. أحياناً الواحد يوصل لمرحلة يقول فيها: أنا تعبت، بس وين أروح؟ وذي كانت حالتي وقتها. بعد ما خلصت كل الحكايات اللي صارت بحياتي، من صدمة لصدمة ومن تجربة لتجربة، لقيت نفسي قاعدة أوازن بين شيئين: كرامتي ولا استقراري. ما كان عندي أحد أرجع له، لا سند قوي أرتاح له، ولا بيت أحس فيه بالأمان لو قررت أغير طريقي. هو بنفسه قرر يحاول يحل الموضوع بطريقته. راح أتكلم أخوي. أول شي يمكن يلقى دعم منه، بس أخوي قالها بصراحة: أنا ما أقدر أكون طرف في شي مو واضح، وإذا أختي مرتبطة لازم يكون كل شي رسمي وواضح. بعدها راح لعمي وتكلم معاه، وهالمرة الأمور مشيت أسرع، لأن عمي كان شايف إنه الزواج خطوة تلم الشمل بدل ما تفرقه. فوافق، وكل شي صار رسمي بيننا. وكنت يومها أحس إني داخلة مرحلة جديدة فعلاً. يوم اللي كنا بنسوي الفاتحة كان قلبي يدق بطريقة غريبة، مو خوف، بس إحساس إن الحياة قاعدة تكتب فصل جديد. وشفت أخوي واقف قدامي، لحظة اللي شفته فيها ما قدرت أتماسك. رحت له بسرعة، حضنته وبكيت كأني بنت صغيرة، وقلت له بصوت مكسور: والله العظيم ما كان قصدي أزعلك، أنا كنت أحاول أعيش بس. هو مسح على ظهري وقال: أنا أدري إنك مو غلطانة، بس المهم تكونين بخير الحين. هاللحظة كانت بالنسبة لي راحة ما تنوصف. بعد الزواج الموضوع ما كان سهل، خصوصاً مع الأوراق والإجراءات. كان لازم أرتب وضعي القانوني، وكنت أتنقل بين الجهات الرسمية، أحاول أرجع حقوقي وأحل أمور مرتبطة بالماضي. بس الأمور القانونية ما كانت دايم تمشي مثل ما نبي، وكل شي يحتاج وقت وصبر. وأكثر شي كان يألمني موضوع ولدي. كنت كل يوم أفكر فيه، كل ليلة أقول في نفسي: يا ليتني ما تنازلت. الندم كان أكبر درس تعلمته، لأني عرفت إنه القرار اللي ينحط تحت ضغط ممكن يضل يوجعك سنين. الوقت مر، وأنا صرت أعيش حياة مختلفة تماماً. الحين أنا في مكان بعيد، بداية جديدة مع زوجي، وربي رزقني بتوأم بنات. حسيت إنه الدنيا رغم كل شي عطتني فرصة أبدأ من الصفر. زوجي إلى الآن ما أعلن كل شي قدام أهله، يمكن خايف من ردود الفعل، يمكن يبي يرتب أموره أول، وأنا عايشة بين الصبر والانتظار.
كل يوم أسأل نفسي متى يكون كل شي واضح؟ متى نعيش بدون أسرار؟ بس رغم كل هالتعقيد أنا ما أنكر إن حياتي الحين أكثر استقرار من قبل. على الأقل لقيت شخص واقف معي يسمعني، يحاول يفهمني ويعاملني باحترام. قصتي للحين ما انتهت وفيها صفحات كتيرة بعد، بس اللي متأكدة منه إني ما راح أرجع لنفس الأخطاء ولا راح أعيش دور الضحية طول عمري. تعلمت إن الإنسان ممكن يطيح، بس أهم شي يقوم بطريقة صحيحة. وتعلمت إنه القوة مو بالصوت العالي، القوة إنك تمشين رغم التعب وتختارين نفسك